حالات الطلاق بتزيد بجد سنة بعد سنة، وعشان كده قرروا يعدلوا القانون على أساس إنه ده ممكن يقلل حالات الطلاق اللي بتحصل بزيادة مستمرة بطريقة صعبة أوي، بأرقام كبيرة أوي يعني. فلما عدلوا القانون زودوا اللي يخلي الستات تفكر في الطلاق أكتر بجد. تمام. الحل الوحيد فعليا لحل كل مشاكل الزواج والطلاق والمشاكل الأسرية والانفصال في مصر هو حاجة واحدة، هو إن سن الحضانة يرجع زي ما كان 7 سنين و9 سنين. في الحالة دي الست هتفكر مليون مرة قبل ما تفكر إن هي تتطلق، ومش هتجري على المحكمة إلا إذا كانت فعلا في استحالة للعشرة بينها وبين زوجها، مش لأسباب تافهة زي ما بيحصل دلوقتي. النهاردة على أتفه سبب بتجري على المحكمة في دماغها إن هي هتعلمه الأدب وهيجي راكع، مع حكوم القضايا اللي بترفعها عليه بتخليه يركع، ولو ما ركعش فأنا هحرمه من العيال. حضانة العيال 15 سنة، وبتمكن من شقته 15 سنة، وبعد 15 سنة الطفل اللي عاش مع أمه العمر ده كله بيسمع كل يوم كلام عن أبوه وحش، محروم من أبوه العمر ده كله، ومتهيأله إن هو شيطان على حسب ما علموه وعرفوه، مستحيل يختار أبوه. فبعد 15 سنة بيختار والدته، وبيستمر نفس اللي عاشه قبل سن التخيير، برضه بيفضل كاره أبوه خلاص، وعمره ما يختار أبوه. الحل الوحيد فعليا بجد إن سن الحضانة يرجع. في الحالة دي مش هيحصل إن في واحدة تمنع العيال عن أبوهم، مش هيحصل إن في ست تكره العيال في أبوهم، مش هيحصل إن في ست تستسهل الطلاق. ليه؟ لأن اللي هيحصل إن لما العيال يرجعوا لأبوهم اللي كانت هي بتعمله فيه هيتعمل فيها، فبالتالي هتحافظ على علاقة كويسة ما بينها وبين طليقها، والعيال هتربوا كويس وهيحبوا أبوهم وهيحبوا أمهم وهيبقوا ما بين أبوهم وأمهم، فمش هيحصل ضرر نفسي للأطفال ولا هيطلع جيل مشوه زي ما حاصل دلوقتي. احنا عندنا 15 مليون طفل شقاق، 99% منهم مشوهين نفسيا لأنهم بيسمعوا عن أبوهم وأهل أبوهم كلام صعب، محرومين من أبوهم ومن أهل أبوهم، بيشوفوا بعينيهم لو راحوا الرؤية، لأن مش كلهم بيروحوا الرؤية طبعا، ومش كل الآباء طالبة رؤية عيالهم، لأن آباء كتير رفضوا موضوع الرؤية ده لأنه مهين ليهم ولعيالهم. لو راحوا الرؤية بيشوفوا شتايم أبوهم، هو بيتشتم، بيشوفوا أمهم بتشتم أبوهم، شوفوا جدتهم بتشتم أبوهم، شوفوا أبوهم بيتهان، وفي بعض الحالات بيتضرب. فبالتالي ده مش هيحصل. سن الحضانة لو رجع زي ما شرع ربنا بيقول 7 سنين و9 سنين، كل المشاكل اللي حاصلة في البلد دي هتخلص وهتنتهي، ونسبة الطلاق هتقل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. المطلب الأساسي بجد لمستقبل محترم لبلدنا هو 7 سنين و9 سنين. الأجيال اللي جاية هي اللي هتحكم البلد. الأجيال اللي جاية ديت لو طلعت مشوهة يبقى البلد ضاعت. حافظوا على البلد وارجعوا لشرع ربنا. القانون اللي بيتعمل دلوقتي ما ينفعش يبقى فيه سن حضانة أكتر من 7 سنين و9 سنين.